صباح النور البنات، كيف صباحكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احوال طيبه ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. المهم انا خارج انا والوالده ديالي كيف ما كتشوفوني محرفه بصاكي ولابسه هاد الجلابه من صنع يدي كيف كتشوفوا البنات. صباح النور. المهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير باحوال طيبه ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو ديال اليوم. حبيت اليوم نشارك معكم مقتطف من يومي كيفاش كيدوز. المهم اليوم عندي واحد الغرض في الامانه، كيف ما كتشوفوني انا واقفه حداها وقع لي واحد سوء تفاهم معها. المهم انا جاي نقضي واحد الغرض ومن بعد غنمشي عند الام ديالي كاينه في عند الطبيبه ديال السنان، ومن ثم ان شاء الله غناخد شي اغراض خاصيني من عند خالد اللي كيبيع المكياج كيبدا بالصابون معروف. ومن ثم ان شاء الله غنتوجه مباشره عند اختي، والنهار باقي طويل وانتم خليكم معايا وما تمشيو فين. ولا كنتي اول مره كتزور قناتي ما تنسانيش من لايك وتعليق محفز والاشتراك في القناه ديالي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا انا جيت عند اختي، جيت عند الام ديالي الدونتيس كنتسنى فيها. اليوم ما عرفتي النهار اليوم ديال الانتظار، مشيت للوسطى بقيت جالسه تقريبا شي نص ساعه وانا كنتسنى. عاد جيت هنا دابا عاوتاني غنبقى نتسنى في الام ديالي. ايوا اخيرا خرجت. المهم خليكم معايا لنهايه الفيديو ما تمشيو فين. انا غدا ايوا كيف ما كتشوفوا هي اختي جات عندي، هي ولد الفنكوشه الصغيره. حنا دابا غاديين كذلك البريد باش نقضيو شي اغراض كذلك نفس الشيء. ما عرفتش انا اليوم بالضبط هذا النهار والله الا تماره ديال بصح من غرض الغرض والو وتقول والساليت. بغيت زعما نطلع باش ضروري نمشيو ناكلو. المهم خليكم معايا لنهايه الفيديو، انا ما مغدياش والله الا واكله خليكم معايا لنهايه الفيديو ما تمشيو فين. واريج لقات لينا على هاد اللعبه والو ما بغات تحرك، قالت لك حتى تسوق حتى هي بغات دير بحال باباها قالت لك. ايوا جبناها على سعدنا وعدنا. ايوا كيف ما كتشوفوا معايا. المهم كنتمنى نكون ما طولتش عليكم. شكرا. جيت انا والاخت ديالي باش ناكلو. ها اخرين هنايا. شكرا. المهم حنا جينا مشينا عند مول التليفونات، بغيت نغير تليفوني ولكن ما لقيناش للاسف وجينا ناكلو وهرفنا على اريج على الفريز. ما تمشيو فينا بقاو معايا راه نطلع للدار ان شاء الله. ناويه نصايب الحلوه، ناويه ان شاء الله فيني داكشي صايبتها البارح. بغيت نقول لكم صايبت اختي البارح وانا ان شاء الله اليوم غنتزوقها. ودابا البنات انا جايه طلع للدار بعد ما قضيت الاغراض ديالي كاملين اللي كنت هابطه على قبلهم. انا متوجهه للبيت دابا.
كنتمنى يكون هذا النهار كان خفيف على قلوبكم، ولكن انا كان ثقيل على قلبي في الصراحه. كنكره نخرج ونبقى نتسنى وفي الاخر ما نقضي حتى شي حاجه وما ندير حتى شي حاجه مفيده. ومهم خليكم معايا، راه حيت بغيت نطلع للدار، لا كان باقي عندي شي جهد وطاقه باش نزوق الحلوى ونصور معاكم، لاني اول مره في التاريخ كنصايب صعب لي، عمري صيبت الحلوى اصلا. ودابا خوتي بعد ما رجعت للدار ان شاء الله كيف قلت لكم وعدتكم بلي ان شاء الله باغا نصايب الحلوى، انا صايبنا الحلوى ودابا ان شاء الله باغي نزوقوها. قلت غنشارك معكم، علاش لا، باش المهم قلت لكم انا اصلا غنولي نشارك معكم معظم الاشياء اللي كندير، غنولي نشاركها معكم باش حتى نتوما تكونوا، لانكم وليتوا جزء من العائله ديالي. وخليكم نهايه الفيديو. وفكنتمنى اللي زار قناتي اول مره وشاهد هذا الفيديو ما يبخلش عليا باللايك والتعليق المحفز، وشكرا ودمتم في رعايه الله، وخليكم معايا وما تمشيو فين. وانا البنات بديت كيف ما قلت لكم وكيف ما وعدتكم باللي غنبدا نزوق في الحلوى. هي في الصراحه كتجي غزاله، وانا بالنسبه ليا ماشي المهم شكون اللي صايب الحلوى، المهم شكون اللي زوق، لان التماره في الزواق اكثر ما كاينه اكثر ما كاينه في الطياب ديالها، لان هي سهله بالزربه كطيب، ولكن صعيبه يا اختي في الزواق، صعيبه بزاف. كيفاش الشكل اللي غدير، واو واو شحال في هذه التماره. المهم البنات قبلوا عليا، نظر لي اول مره في حياتي كندير الحلوى، كنزوقها ماشي حتى كنديرها. كيف ما كتشوف معايا البنات اختاريت هذا الملمع لانه كيعطي واحد اللمعه خاصه البنات. شوفوا كيفاش كيجي، انا بعدا عجبني، قالك تكون شكا العروسه.
البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم البنات، ودعموني وشجعوني وشي كلام يكون زوين في حقي البنات. وهنا نكونوا قد وصلنا لنهاية الفيديو البنات. ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق محفز، وكنتمنى نكون خفيفة ظريفة على القلوب ديالكم، ودمتم في رعاية الله.